من يثير الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين؟ الاتهامات متبادلة بين الفريقين عادة. هناك من يحمل بعض المسيحيين المسؤولية. الأكاديمية الحمد لله ربنا وفق وبدأت تطلع منها يعني زي دفعات، والدفعات دي طبعا يعني محاور أساسية بتدور في كل دفعة. الأول ازاي تفهم دينك انت شخصيا، وبعدين تفهم الآخر، وكيفية المحاورة بأدب وبأسلوب يعني يناسب اللي انت تكون محاور مهذب. نقطة بعد كده النقاط اللي هي كيفية معرفة المذاهب الهدامة غير المذهب الصحيح اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة. مثلا في مذاهب أخرى مختلفة اختلاف كلي وجزئي وعقدي مع المذهب الإسلامي الصحيح، كذا الأديان الأخرى يعني أيا كان الدين. بتفهم أنت إيه الدين الآخر وإيه اللي بيقولوا عليك وإزاي ترد عليه. إحنا كده المركز هنا كنا طلبة، وبعد ما درسنا إيه هو الآخر وتعرفنا على طاقته الشخصية، تعرفنا على طبيعته، اتحولنا بعد كده لطلبة تانية، مش نقول مدرسين بس، طلبة بتدرس تعلم الناس الجديدة اللي جايه، المسلمين الجداد، ايه هو التسامح وايه هو الطرف الاخر. هو دلوقتي اصبح متقبل وعارف كويس قوي ان السيره والرسول حاجه صحيحه وان الصح بتاعهم كذا. ابتديت افهمه يعني ايه تواتر، يعني ايه صحه عندي. ابتديت انا افهمه برضه، اقول له انا عندي تحفظ عندك في الحاجه دي ودي ودي، ابتدى يسمعني. فنشطت عنده فكره الحوار عشان نبني حضاره، لان هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، فكره ان احنا عايزين نبني حضاره مع الاخر. على الوجه الآخر يحمل بعض المسيحيين مسلمون بعينهم المسؤولية كاملة. أي إنسان لا يحترم عقائد الآخر، وأي إنسان يفرض عقائده الشخصية على الآخر أو يستفز الآخر في عقيدته، هو يثير الفتنة. يعني مثلا لما أنت تدخل محطة مصر دي يرتادها كل يوم مئات الناس، وتلاقي الكتب المعروضة في الأكشاف بتاعة الجرايد، كتاب مثلا البدع الوثنية ولا العقائد الوثنية في الديانة النصرانية أو ما شابه. إذا أنا بقول للقارئ جماعة النصارى دول وثنيين، ومدام وثنيين وكفار تطبق عليهم كل أحكام الكفار في العقيدة بتاعتك، اضرب، اقتل، موت، اعمل، لأن هذا الآخر كافر. اما لما الاقي واحد على الموقع بتاعه عمال يكتب شتايم، اروح اعمل معاه حوار ازاي ده؟ زي موقع ابو اسلام، اعمل معاه حوار ازاي ده؟ فابو اسلام اخر من يتكلم في هذه القضية. لماذا؟ بيتكلم عن خطر التنصير وخطر التبشير، واحنا عندنا في مصر منشآت اسمها ايه؟ الدعوة. مش عندنا كلية الدعوة؟ انت بتتكلم عن كلية الدعوة عشان الناس تدعو ومش عاوز الاخر يدعو، فين المساواة؟ فمسألة اثارة الفتنة موضوع ما تتصورش ان في مسيحي هيثير فتنة، لان المسيحي في مصر بيعيش بالمبدأ عيش جبان تموت مستور. ويبقى السؤال كيف نتحاشى الفتنة؟ فالفتنة نائمة، لعن الله من ايقظها. هشام حافظ لبرنامج على الهواء.